البرفيوم ده انا مهووسه بيه الفتره دي، وهو توم فورد لوست تشيري، لانه مديني كده نوتس انا مفتقداها ومش بلاقيها في اي حاجه. واولها طبعا التشيري، ريحته تشيري وفي نفس الوقت فيه فانيلا، وتحسوا ان هو فروتي بس مش فروتي قوي لانه فيه عنبر، بس فيه سويتنس خطيره، هيغير لك الباليت بتاعه مناخيرك حرفيا. تعال نشوف بقى بكام. ثانية واحدة، ب14,000 جنيه. لا تعالي بقى اقولك هتعملي ايه. اللي هتعمليه انك هتجري على جولي اسنس وهتطلبيه من عندهم، لانه موجود عندهم. وطبعا مش هقول لكم ولا ربع السعر ولا تمن السعر، ملوش علاقة اصلا. جولي اسنس ستور متخصص في العطور، يعني اي عطر في الدنيا كنت بتجيبيه وخلاص مش هتقدري تجيبيه، هتروحي عند جولي اسنس هتلاقي العطر بتاعك موجود. وفي حاجات بتبقى طبق الاصل، بس الثبات بقى في حاجة تانية والفوحان في حتة تانية. ده يا جماعة لوست تشيري من توم فورد. عايزة اقول لكم بقى ده العطر بتاع السيزون ده. هتحسي كده ان ريحته دارك فيمينين، مش هتحسي ان هو فيمينين بقى بينك وكده، لا دارك فيمينين، ريحته غامضة. بصي هتحبيه جدا. وفي النسبة بتاعت التشيري دي تجنن. عايز تخرجي بره الكومفورت زون بتاعه العطور اللي احنا متعودين عليها، وعايزه تجربي حاجه جديده فعلا هتبهرك، جربي البرفيوم ده خطير. طبعا مش هتكلم على الثبات، لو رشيتي منه على الاسدال بتاعك هتلاقي بالايام ريحته العطر بتاعه. ومش ده بس، لا دي كل البرفيومز اللي من عند جولي اسنس كده. فانا كل فتره كده بحب اقول لك على عطر في الجون هتحطيه في بيتك كده وهتحسي بتغيير، ومفيش حد ممكن يشم العطر ده عليكي غير يقول لك ايه اللي انت حطاه ده. فانا سهلتها عليك اهو، وقلت لك على برفيوم واحد بس في الجون، وهيناسب جدا الفتره دي من السنه.